طيب ازيكم يا شباب، دي المحاضرة الخامسة بنكرياتيك وبايل سكريشن. هي محاضرة حلوة يعني، مش وحشة، بس هي برضو فيها شوية حاجات صعبة مع انها ايه 12 سلايد بس. المهم، أول حاجة البنكرياتيك سكريشن contains high concentration of ايه bicarbonate. ليه؟ عشان ينيوتراليز الاسيد القايم اللي نزل في الديودرم. يعني احنا كنا قلنا ان بيحصل افراز لل HCl في الاستومك اهو، صح؟ ال HCl ده لما بينزل مع الاكل وهو نازل بعد ما الاكل اتهضم فوق في الاستومك بيبقى حامضي، فالبنكرياس ينزل له من هنا العصاره بتاعته اللي فيها بايكربونات كتير، يعني قاعدي كتير، عشان يعادله، عشان ما ياثرش على الميكوزا بتاعه الايه الانتستين بعد كده ويدمرها. فهو لازم البايكربونات يكون كتير عشان ينيوتراليز الاسيد القايم اللي نازل فين في الديودرم. ماشي. طيب contains enzymes essential for the digestion of protein وكارب وفات، ودي خدناها في البايو بالتفصيل. تمام. بنكرياتيك لايبيز والاميليز والبروتيز. مين البروتيزز اللي خدناهم في البايو؟ اللي هم مين؟ التريبسين، لا التريبسينوجين والكيموتريبسينوجين والكلام ده كل دول هم مين؟ هم البروتيز اللي موجوده في البنكرياتيك ايه سكريشن. تمام. بيحصل لهم بقى بعد كده اكتيفيشن عن طريق حاجات معينه ويتحولوا بروتيزز ايه شغاله يعني. طيب composition of pancreatic secretion characterized by، فاكرين البلازما بتاعت المحاضره اللي فاتت؟ the same sodium وبوتاسيوم قد البلازما، much higher bicarbonate، واحنا عارفين ليه، عشان ينيوتراليز، فدي طبيعيه، وماتش lower كلور. ماشي. وايزوتونيك، يبقى كل حاجه زي البلازما، ده زي البلازما وسيم زي البلازما. الفرق في حاجتين، ماشي، انه في هاير بايكربونات ولور سي ال. طب السليفري كان في ايه؟ كان في هاير بايكربونات ولور سي ال برضه، بس كان في اختلاف فين؟ فاحنا هنعتبر ان الفرقين فين؟ ان ممكن يجيب لك مثلا مقارنه في الامتحان بين السليفري سكريشن والبنكرياتيك سكريشن، تبقى انت عارف ان في البنكرياتيك سكريشن الصوديوم والبوتاسيوم قد في البلازما وايزوتونيك مش هايبوتونيك. ماشي. اما الفرق فيه انه في هاير بايكربونات ولور كلور. احنا عارفين ليه هاير بايكربونات، اللور كلور دي بس احفظها. تمام. بس هو غالبا هيكلمك في دي يعني. طيب secretion of osmotic sodium bicarbonate solution by the pancreatic ductiles او الدكتس. ماشي. طيب احنا قلنا ان هيبقى في ايه؟ هيبقى في كتير بايكربونات في اللومن بتاع البنكرياس، ده لومن البنكرياس، لومن البنكرياس مش لومن الانتستين. ماشي. وهيبقى ايزوتونيك، ماشي، عشان في ووتر، وهيبقى في برضه ايه صوديوم اهو. كل ده فين؟ في اللومن بتاع البنكرياس. هنقول ليه دول طلعوا. طيب بالراحه. اول حاجه الكربون دايوكسيد بيديفيوز عادي جوه السيل، الووتر بيديفيوز عادي جوه السيل. الووتر زي ما دخلت هتطلع عادي، ماشي. الكربون دايوكسيد والووتر مش هما دخلوا جوه السيل، هيتحطوا مع بعض. يتحطوا مع بعض زي في المحاضره اللي فاتت، قلنا لما الووتر والكربون دايوكسيد يتحدوا مع بعض يعملوا لي ايوه كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد بعد كده كان بيتكسر يديني هيدروجين ويديني بايكربونات. الهيدروجين كنا بنقول في الاستومك بقى ان هو بيطلع ومع الكلور والكلام ده. طيب بالراحه بقى، احنا عايزين نتكلم هنبدا اول في حته الهيدروجين. الهيدروجين هو طلع صح، لما يطلع عن طريق اكتيف ترانسبورت، ماشي، هيطلع بره للبلد ويدخل مكانه صوديوم. ماشي. يبقى الصوديوم طالما جاب اكتيف يبقى هو ماشي عكس الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، يبقى الكونسنتريشن بتاع الصوديوم هنا دلوقتي ايه؟ كتير قوي. لما كونسنتريشن الصوديوم يبقى كتير قوي جوه الخليه ومش عارف يرجع البلاد تاني لان في اكتيف ترانسبورت بيدخله جوه، يبقى ملوش مكان غير يروح فين؟ غير انه يديفيوز بره يروح اللومن. عشان كده طلع لي هنا مين؟ صوديوم. يبقى الصوديوم اللي طلع بره ده جه منين؟ جه من خروج الهيدروجين بره للبلاد ودخول الصوديوم عن طريق اكتيف ترانسبورت، فاتجمع هنا بقى كتير قوي، فيطلع هنا عن طريق يمشي تبع الكونسنتريشن جريدينت بتاعه عادي، هنا اكتر وهنا اقل، يبقى يمشي ناحيه الناحيه دي. طيب يبقى اول حاجه احنا كده قلنا ليه الصوديوم طلع بره، والووتر كده اصلا بالديفيوز عادي فتطلع بره على طول. طب ليه بقى بايكربونات جه هنا؟ البايكربونات هيجي هنا عن طريق برضو مين؟ عن طريق اكتيف ترانسبورت لوحده، عن طريق ATP هيطلع باكتيف ترانسبورت عن انه يطلع هنا. ماشي. حلو. يبقى انا طلعت في الاخر بمين؟ بصوديوم وبايكربونات وH2O. مش مهم، ممكن تفكس لها يعني. طيب stimulation of pancreatic exocrine secretion. اول حاجه السكرتين، كوليسيستوكاينين والاسيتايل كولين. ماشي. السكرتين احنا عارفين ان هو كان بيعمل ايه؟ كان بيقلل الهيدروجين سكريشن في الاستومك. طيب هنا هنقول برضو حاجات تانية ليه. السكريتد باي مين؟ السيلز قلناها مرتين. الريسبونس تو مين؟ الهيدروجين قلناها برضو كتير. اكس تو انكريز مين؟ البايكربونات سكريشن في الدودان لومن. يبقى مين اللي بيزود البايكربونات سكريشن في الدودان لومن؟ السكرتين. طيب الكوليسيستوكاينين بيعمل ايه؟ سكريتد باي مين؟ اي سيلز قلناها برضو. ان ريسبونس تو سمول بيبتايدز وامينو اسيدز، والمهم الفاتي اسيدز. ماشي. طيب اكس تو انكريز بانكرياتيك انزيم سكريشن عشان يكسر الفات وبوتنشيت الاكشن اوف سكرتين. يبقى الكوليسيستوكاينين بيزود الاكشن بتاع مين؟ السكرتين. طيب الاسيتايل كولين از ريليتد ان ريسبونس تو مين؟ تو الهيدروجين سكريشن، الهيدروجين ايون سكريشن والسمول بيبتايد والامينو والفاتي، كل حاجه انه بيريجوليت اصلا، بيريجوليت كل الحاجات الباقيه. طيب ستيموليتس انزيم سكريشن باي ذا اسينر سيلز لايك كوليسيستوكاينين، بيعمل نفس اللي بيعمله الكوليسيستوكاينين، بيزود افراز الانزيم سكريشن من البنكرياس. بوتنشيتس الافكت اوف مين؟ اوف سكريتين. يبقى مين اللي بيبوتنشيت الافكت اوف سكريتين؟ الكوليسيستوكاينين والاسيتايل كولين. يبقى في اثنين بيبوتنشيتوا الاكشن بتاع السكريتين. تمام. يبقى اهو بيبوتنشيت الافكت اوف سكريتين اون مين؟ بايكربونات سكريشن، فيزوده برضه. ماشي. يبقى لو سالك السكريتين بيزود البايكربونات سكريشن، الكوليسيستوكاينين
بيزود البنكرياتيك سكريشن. السايكولين بيزود البنكرياتيك سكريشن وبيزود المين البايكربون سكريشن برضه، يبقى كل دول بيزودوا البنكرياتيك سكريشن. ماشي. طيب البايل سكريشن. The liver secretes bile normally between 600 to 1000 ملي per day، يعني قول مثلا رينج 800. ماشي. bile has two important functions. اول حاجه digestion وابزوربشن. digestion عن طريق انه بيعمل emulsification، وابزوربشن عن طريق مين؟ المثل بتاعه الفات، هنقولها بعد كده. bile serves as a means for excretion of several waste products، زي مين؟ اهم واحد البيليروبين، كنا عارفين ان هو بيروح عند البايل، ومين؟ والاكسس كوليسترول. تمام. طيب ننزل تحت. طيب ميكانيزم اوف بايل فورميشن، عشان نقول الميكانيزم اوف بايل فورميشن دقيقه. طيب الميكانيزم هيبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه هم 4 خطوات. ماشي. اول خطوه بيقول لك الانيشال portion is secreted from الهيباتوسايتس، هيتفرز منين؟ من الهيباتوسايت، خلايا البرينكايما بتاعت الليفر. it contains large amount of bile acids وكوليسترول واورجانيك constituents، ده الهيباتيك لوبيول صح. وهنا كتير قوي هيباتوسايتس هيمشي فيها البايل، اي حاجه كانت بتمشي ناحيه سنترال فين، لا البايل هيمشي الناحيه الثانيه عشان يوصل للدكتس اللي هنا. تمام. لما يوصل للدكت بايل فلوز ان ذا كاناليكولاي، يفضل ماشي في الكاناليكولاي تو امتي انتو ذا تيرمينال بايل دكت، وبعد كده يروح للهيباتيك دكت والكومن بايل دكت وهنوريهم دلوقتي. وبعد كده الدكتس دي بقى بتسكريت ايه؟ بتسكريت ووتري سوليوشن فيه صوديوم وبايكربونات. احنا قلنا الكلام ده فين اهو؟ الدكتس بتاعت البنكرياس والبايل كانت بتفرز ايه؟ بتفرز صوديوم وبايكربونات. تمام. طيب دي كده تالت حاجه. ماشي. بس عايز بس في حاجه مهمه هنا، ان السكريتين هرمون بيستيموليت الخطوه دي بالذات. يبقى البايل دكت ان هي تسكريت الووتري سوليوشن الموجود فيه صوديوم وبايكربونات، اللي بيحصل له ادنج للانيشال سكريشن ويزود الفوليوم بتاعه للضعف. كل الكلام ده بيستيموليتوا مين؟ السكريتين هرمون. طيب from these the bile either empties directly into the duodenum عن طريق الميجر duodenal بابيلا اللي موجوده في السكند بورت، او يا اما يروح للسيستيك دكت يتخزن فين؟ في الجول بلادر. فين بقى الكلام ده؟ اهو. اول حاجه البايل هيتكون فين؟ في الهيباتوسايتس دي كلها، ويمشي عكس اتجاه كل الحاجات عشان يوصل فين؟ بيمشي من الكاناليكولاي لحد ما يوصل فين؟ للبايل داكتس، والبايل داكتس توديه للتيرمينال بايل داكتس اللي هي دي او اللي بره، وبعد كده يمشي من هنا. طول ما هو ماشي عمال بيزود عليه مين؟ بيزود عليه صوديوم وبيزود عليه بايكربونات لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل هنا. ماشي. دي الليفر اهو، وده الجول بلادر، و ده البنكرياس، ودي الداكتس اهي. دي الدكتس اللي جايه من الليفر اللي كان فيها البايل، هتفضل ماشيه هنا توصل لحاجه اسمها هنا اسمها ايه؟ كومون هيباتيك دكت. ماشي. الكومون هيباتيك دكت يا اما هتنزل البايل هنا ويوصل يفضل ماشي ويتحد مع البنكرياس في الحته اللي طالعه منه دي، ويوصل للميجور دودنال بابيلا وينزل لي في الدودنم، يا اما يدايفرت ويروح فين؟ يتخزن في الجول بلادر. تمام. دي السيستيك دكت. ماشي. بعد كده يمشي اهو، دي البايل دكت الاساسيه اهو، يفضل ماشي ويتحرك معاه العصاره بتاعه البنكرياس تمشي من هنا وينزلوا هما الاثنين في الدودنم. تمام اهو. يبقى هيمشي زي ما قلنا فين؟ ريتشنج الهيباتيك داكت، كومون بايل داكت، وبعد كده هنا يا اما يدايفرت للسيستيك داكت يا اما يدخل على الدودنم على طول. طيب ستورينج اند كونسنتريتنج البايل في الجول بلادر. ماشي. بايل سكريتد كونتينولي باي ذا ليفر سيلز بات موست اوف ات از نورمالي ستورد ان ذا جول بلادر، معظمه بيروح يحصل له ستور في الجول بلادر. الجول بلادر بقى بيستور قد ايه؟ بيستور 30 ل 60 مللي لتر بس هو طول ما هو شغال عمال بيستور، وهو بيستور الميكوزا بتاعته نفسها بتشد مين؟ بتشد البايل. زي ما هنا ده الجول بلادر اهو، وحواليه ارتريز وفينز، وجواه البايل اهو صح. طول ما البايل ده موجود بيروح يحصل له امتصاص بالميوكوزا، وبيروح للفينز والارتريز دي ويروح معاها، فبيقل ويجي له بايل تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. فالمحصله بتاعه الاستورج بتاعه الجول بلادر عن طريق في ال 12 ساعه بنقول ان هو اباوت كام؟ 450 مللي لتر، يعني حوالي نص لتر. تمام. طيب كان بيستورد ان ذا جول بلادر بيكوز ووتر الكترولايتس ار كونتينيو ابزوربد اهو باي الميوكوزا بتاعه الجول بلادر كونسنتريتنج ذا اورجانيك بورشن. تمام. يعني بيفضل الاورجانيك بورشن بيحصل له كونسنتريشن لان الووتر والحاجات الثانيه بيحصل لها ابزوربشن. طيب امتنج اوف ذا جول بلادر باي كوليسيستوكاينين والفيجال ستيميوليشن. مين اللي بيعمل انقباض فيه عشان يحصل له امتنج؟ الكوليسيستوكاينين والفيجال ايه ستيميوليشن ان ريسبونس تو سمول بيبتايد وفاتي اسيد زي ما قلنا طبيعي عشان يحصل لها دايجيشن ان ذا duodenum. they cause contraction of the gallbladder and relaxation of the sphincter of Oddi. طيب ده السفنكتر اوف اودي اهو، مليان مصل حوالين الدكت عشان يفتح او يقفل على حسب الاستيميوليشن. تمام. synthetic of synthesis of bile salts and its function in fat digestion and absorption. الحته دي مهمه قوي قوي وغالبا بتيجي في الامتحان ريتن يعني. طيب البريكورسور اوف ذا بايل سولت از كوليسترول. يعني ايه بريكورسور؟ يعني الحاجه بتبقى موجوده قبلها، يعني حاجه بيحصل لها مثلا اكتيفيشن ولا يتزود عليها حاجه فتتحول للماده الاساسيه اللي احنا عايزينها. فالبريكورسور هو الحاجه اللي بتبقى موجوده اللي بيحصل عليها شويه تعديلات فتكون لي الكوليسترول. يبقى البريكورسور بتاع البايل مين؟ الكوليسترول. الكوليسترول بيحصل عليه ايه؟ طيب دي واحده. طيب الكوليسترول اول حاجه بيتحول لكوليك اسيد
او كينو دي اوكسي كوليك اسيد. ماشي، خلينا يعني هناخد نص ونتكلم على الشمال وبعدين نيجي نتكلم على اليمين، هم زي بعض بالظبط. فاحنا نقول بس ان هو ايه، بتتحول مثلا لكوليك اسيد. ماشي، الكوليك اسيد بعد كده يجي احماض امينيه، امينو اسيدز، جلايسين وتورين، ويتعملوا له اد على الكوليك اسيد ده. فالكوليك اسيد هيبقى اسمه ايه، جلايكو كوليك اسيد او تورو كوليك اسيد، من اسم الاحماض الامينيه اللي اتحطت عليه. بعد كده هيتحط عليه صوديوم، والصوديوم ده اي زي ما احنا كنا بنقول في الكيمياء، يعني انا مثلا عندي اسيد والاسيد ده اديته حطيت عليه ايون زي الصوديوم، بنقول ان هو ملح الاسيد، فساعتها اسمه بايل سولت، مش لازم صوديوم بس هو عامه بيبقى صوديوم. فعشان احول الكوليسترول لبايل سولت، اول حاجه احوله لكوليك اسيد، والكوليك اسيد ده ازود عليه امينو اسيدز جلايسين وتورين يتحول لي الجلايكوكوليك اسيد او تورو اسيد، وبعد كده ازود عليه السولت، ازود عليه ايون معين زي الصوديوم يتحول لي البايل سولت بعد على طول. نفس الكلام هنا بس باختلاف الكينو دي اوكسي، او كينو دي اوكسي كوليك، وبعدين احط عليه جلايسين وتورين يديني جلايكو كينو دي اوكسي كوليك اسيد او تورو كينو دي اوكسي كوليك اسيد، وبعد كده احط عليه صوديوم يديني ايه، البايل سولت على طول. تمام، او which is either present فين في الدايت or synthesized in liver. الكوليسترول يا اما انت بتجيبه من الدايت من الزيوت الكتيره اللي انت بتقعد تشرب فيها دي، يا اما synthesized in the liver عن طريق مين، عن طريق الاتش ام جي كو اي ريدكتيز اللي احنا عارفينه، اللي هو الانزيم اللي في الليفر كان بيكون الكوليسترول. طيب during the course of fat metabolism the cholesterol is first converted to cholic acid او كينو دي اوكسي كوليك اسيد، وبعدين الاسيد دي هيكومباين مع الجلايسين او التورين امينو اسيد ويكون لي جلايكو تورو conjugated بايل اسيدز. بعد كده السولس اوف ذيس اسيد مين اللي كونتين ايه، صوديوم. بعد كده دول بقى اللي بيحصل لهم سكيشن في البايل. طب ايه اهميه اصلا البايل سولت؟ طب ما انا كان عندي بقى، احنا كنا باين في الاول بايل وعملنا له ستورج، ليه بعمل بايل سولت؟ البايل سولت عندهم تو امبورتنت فانكشنز مهمين قوي. اول واحد دايجستيف فانكشن والتاني ابزوربتيف، عشان جه عليها سؤال الام سي كيو شفتها قبل كده. الدايجستيف فانكشن emulsification، هيكسر الفاتس الكبيره لحتت صغيره عشان يسهل ان هي يحصل لها ايه، absorption او مثل فورميشن يعني. يبقى emulsification وديترجنت يعني منظف، they decrease surface tension of the particles، بيخليها مش لازقه في بعضها ويبعدها عن بعضها to break الفات globules into minute sizes، احجام اصغر. طب الابزوربتيف فانكشن مثل الفورميشن، المثل عباره عن ايه، الهيلب، هو بيعمل هيلب ان ابزوربشن بتاع الفاتي اسيدز عن طريق ايه، عن طريق forming small physical complexes with these lipids. الكومبلكس دي are called micelles. طيب شرحها اهو. طيب المثل دي بقى بتعمل ايه؟ طيب اول حاجه دي الفات جلوبيول الكبيره، تمام، هيجي عليها يعمل لها ايه، emulsification، يكسرها لحتت صغيره. يبقى ده عباره عن digestive function، انه يكسرها لحتت صغيره. ماشي، هتيجي الحتت الصغيره دي يجي حواليها البايل سولتس يعملوا حواليها دايره كبيره كده. ماشي، والدايره دي بيبقى الهيد بتاعها اللي هنا ده هيدروفيليك، يعني بيدوب في الميه. طب واللي جوه، الجزء اللي جوه منها بيبقى هيدروفوبيك، يعني ما بيدوبش في الميه، بيدوب في الدهون، وهنعرف ليه دلوقتي. تمام، طيب اول حاجه احنا عملنا كده emulsification صح، وبعد كده عملنا ايه، المثل. دي المثل صح. المثل دي انا عايز دلوقتي ادخل الفات ان هو يحصل له ابزوربشن هنا. طب هو يحصل له ابزوربشن ازاي؟ اول حاجه دي اللي بالغامق دي خلايا الانتستين، وانت عارف ان اي خلايا في الجسم بتبقى بتمتص الحاجات الايه، الهيدروفوبيك او اللايبوفيليك، الحاجات اللي هي الدهنيه اللي بتدوب في الدهون. يعني اي حاجه تدوب في الدهون يحصل لها امتصاص. بس المشكله ان في الانتستين في كوتنج من الميوكوزا وكوتنج من الفلويد هيدروفيليك، يعني في اول حاجه كوتنج هيدروفيليك وبعدين خليه هيدروفوبيك. فانا عشان ادخل الحاجه الهيدروفوبيك لازم اعديها اول من الجزء ده كله اللي هو اصلا بيحب الميه. هتعدي منه ازاي؟ اي فات هيجي هيقف هنا ومش هيعرف يعدي. حلو، يبقى انا المفروض اول احاوطه بحاجه تدخله الجزء اللي بيحب الميه ده، وبعدين ارجعه لهيئته العاديه عادي عشان يعرف يدخل من الجزء اللي بيحب الدهون. فانا بعمل ايه، المثل بتيجي بتحوطه من بره بجزء هيدروفيليك لانه هيعدي عليه اول. تقوم المثل اهي الجزء الاخضر ده تقوم معديه، ده هيدروفيليك اللي بره صح. طيب يقوم معدي من الميوكس ده عادي اللي هو هيدروفيليك، يفضل يعدي اول ما يوصل للجدار بتاع الانتستينال سيلز المثل دي تتكسر من بره، فيبقى موجود ايه، موجود اللي جوه اللي هو الفات سوليبل اللي هيعدي منين، من جدار الانتستين اللي هو فات برضه سوليبل. يبقى كده انا عرفت ادخل مين، الفات جوه. حلو، يبقى اول حاجه انا حوطته المثل دي من بره هيدروفيليك يعني ووتر سوليبل. هتيجي تعدي تلاقي قدامها شويه الميوكس دول كلهم ووتر سوليبل. هتعدي منه ولا لا؟ هتعدي لان هي ووتر سوليبل من بره. اول ما تعدي وتخلص وتوصل لجدار الانتستين اللي هو ليبيد سوليبل هتقوم متكسره ومخليه ومعرضه الفات اللي هو فات سوليبل لمين، للانتستينال وول عادي عشان يحصل له ابزوربشن. بعدها بقى انت عارف الباقي، بعدها يتحول بالايبوبروتين ويتحول لايبولايبوبروتين ويمشي في الدم بعد كده عادي. تمام، بس كده احنا خلصنا ايه يعتبر الجزء ده كله. اخر سلايد هو نفس اللي انا قلته، بايل سولتس اهو ار بوزيشند اون ذا اوتسايد اوف ذا ميسل اهو. يبقى المثل اهي في هيدروفيليك هيد وجوه في ايه، هيدروفوبيك. تمام، ليه؟ لان من بره هيتعرض اول هو لمين،
للهيدروفيليك ميوكس او الفلويد اللي موجود في الانتستين، وبعد كده هيتكسر دي ويتعرض الفتل اللي جوه ده لمين؟ للانتستين. Bile salts are positioned on the outside of the missile with their hydrophilic portions dissolve in the aqueous solution of the intestine، او الاqueous solution of the intestine اهو هيدوب في مين؟ الهيدروفيليك بورشن في بتاعه المثل، تمام. وبعد كده يتفضل بس الهيدروفوبيك بورشن اللي هو بتاع مين؟ الهيدروفوبيك بورشن بتاع المثل اللي هو عباره عن الفاتس اللي جوه، تتعرض بعدها الانتستين وتدخل عادي اهو. and the hydrophobic portion dissolve in the missile interior free fatty acids ومونوجlycerides present inside of the missile essentially solubilized for subsequent absorption. يحصل بعدها absorption عادي جدا لان هي خلاص وصلت لمين؟ للانتستين وعدت الحته اللي ما كانتش عارفه تعديها. اخر حاجه ريسيركيشن اوف بايل اسيدز. طبعا انا عايز البايل اسيد ده مش هتخلى عنه، انا عايزه لسه كمان، لان لو انا فضلت افرز بايل والبايل ده بيروح، لا انا عايز اعمل له ري ابزوربشن. هعمل له ري ابزوربشن منين؟ من التيرمينال اليوم، اخر حته في الانتستين. يبقى التيرمينال اليوم كونتين صوديوم وبايل اسيد كو-ترانسبورتر which is a secondary active transporter that recirculates bile acid to the liver. يعني البايل اسيد بينزل في الدودنم ويفضل ماشي 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 مع الاكل لحد ما يوصل للاليوم، يحصل له اعاده امتصاص ويرجع تاني لمين؟ للليفر وبقيه الاورجنز. بايل اسيدز ار ريسيركيوليتد ات تيرمينال اليوم سو ذي ار بريزنت فور ماكسيمال ابزوربشن اوف ليبيدز. عشان كده ما نفضلش نجهد الليفر وتفرز بايل كتير، لا انا بفرز كميه بايل والبايل دي بيحصل لها ريسيركيوليشن عادي وترجع تاني ايه؟ ان هي تتفرز تاني من الليفر، تمام. طيب لو انا عملت اليا ريزكشن، يعني لو انا واحد عيان مثلا جاله كانسر في الاليوم وانا شلت الاليوم كله، هل هيحصل ريسيركيوليشن للبايل او ري ابزوربشن ليه؟ لا. بايل اسيدز ار نوت ريسيركيوليتد تو ذا ليفر بت ار اكسكريتد في الفيسز على طول. ذا بايل اسيد بول او كميه البايل اسيد في الجسم ثريبي ديبليتد، يعني بتقل جدا، والفات ابزوربشن هيقل. ليه؟ لان انا مش عارف اعمل ميسلز، فالميسلز دي هي اللي كانت بتخلي الابزوربشن يحصل، فبدل ما يحصل ابزوربشن للفات بيفضل جوه فين؟ في الانتستين. لما يفضل جوه في الانتستين ينزل مع الستول فيعمل لي ستياتوريه، ماشي. بيلياري اوبستراكشن برضه بيعمل نفس الحاجه، لان البيلياري اوبستراكشن معناه ان ميجر ديودنال بابيلا اصلا مقفوله، او عامه البايل داكت نفسه مقفول، فالبايل داكت لو مقفول مش هيعدي البايل اصلا ينزل في الدودنم، فيحصل نفس الحاجه ايه؟ ستياتوريه due to failure of bile secretion to reach السمول intestine. كده خلصنا المحاضره. كانت حلوه بصراحه يعني، بس برضو يعني ما طولتش قوي، بس كويس.